يودع قرار المحكمة الاتحادية لنفس الغرض، لنفس الهدف. إذن إيداع خارطة المجالات البحرية دون إيداع قرار المحكمة الاتحادية علامة استفهام. وأكو كتاب صادر من وزارة الخارجية موجه إلى مكتب رئيس الوزراء رقم 1532. وزارة الخارجية تخاطب رئيس الوزراء تقول له إن قرار المحكمة الاتحادية قرارا ملزما وباتا ويجب تنفيذه ولا يجوز الطعن فيه، رغم ما أن الوزارة المختصة تخاطب رئيس الوزراء تقول له لا يجوز الطعن به، وراح طعن بقرار المحكمة الاتحادية. زين كيف رئيس الوزراء يطعن بقرار المحكمة الاتحادية اللي هو يبحث عن سيادة العراق في خور عبد الله، وبنفس الوقت هو يساهم في إيداع خارطة المجالات البحرية؟ تناقض، هذا الشيء تناقض. إذن أكو فكرة ذكية، أكو خطة، احنا قمنا بهذا الجانب حتى نودع خارطة المجالات البحرية، شيء أحسن من لا شيء، خطوة إيجابية أحسن من عدمها. فخارطة المجالات البحرية أودعت. أي واحد بالحكومة يريد أن يتباهى بأن هذا إنجاز إله نقول له إحنا نصفق له ونقول له بارك الله بيك، بس أودع قرار المحكمة الاتحادية، لأن هن نفس الغرض. إيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة لدى المنظمة البحرية الدولية يعني معناتها تصبح اتفاقية خور عبد الله المذلة سالبة بانتفاء الموضوع، يعني تعتبر ملغاة، لأن الأمم المتحدة لحد الآن ما عندها علم رسمي بأن هنالك محكمة ألغت الاتفاقية بسبب دستوري تصويتها كان خاطئ.